بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور احمد السعداني وحلقه جديده من برنامج صيدلتك في بيتك. هنكمل سلسله نصايح طبيه مع الدكتور احمد السعداني. النهارده هنتكلم عن الكليتين ودور الكليتين في الجسم. هنتكلم عن معلومات حضرتك تعرفها ومعلومات اول مره تعرفها في حياتك. هنتكلم عن لون البول وازاي تعرف اذا كانت الكليه عندك سليمه او فيها لا قدر الله مرض نتيجه لون البول اللي موجود عندك. ولون البول بيدل على مشكله ايه موجوده عندك في الكليتين. ناس كتير الفترة اللي فاتت للأسف ظهر عندها مشاكل في الكلية وما تلحقتش ودخلت على غسيل كلوي. فإحنا النهاردة هننبهك عن طريق لون البول تعرف إذا كانت الكلية عندك سليمة ولا فيها مشكلة. فياريت تركز معانا النهاردة كويس قوي. عزيزي المريض، في ناس كتير بتقولك أو حضرتك عندك معلومة أو سمعت إن وظيفة الكلية في الجسم عبارة عن إنتاج البول بس أو إخراج البول بس، ودي مشكلة مش مظبوطه او دي معلومه مش دقيقه. المعلومه الدقيقه ان الكليه بتشتغل على مدار ال 24 ساعه، بتقوم بتنقية الدم من الجسم وبتطرد السموم او النفايات على هيئه البول اللي بيخرج من الجسم. فدي اول وظيفه للكلى عندنا. في كتير مننا مش عارفين، مش مهتمين بلون البول او ان لون البول ممكن يكون له دلاله على مرض معين او وجود مشكله معينه في الكليه المفروض تاخد بالك منها وتبدا تعالجها في الاول محتاجين نعرف لون البول اللي بيخرج من الجسم الطبيعي عشان نحدد اذا كان لون البول ده طبيعي ولا في مرض او مشكله عندنا. لون البول الطبيعي ده بيكون عباره عن لون شفاف او مائل للاصفرار. ممكن يكون اصفر خفيف لو حضرتك بتشرب كميه ميه كبيره فيخرج البول لونه اصفر خفيف، او ممكن يكون اصفر غامق لو بتشرب كميه ميه صغيره فيكون مركز فاللون هيكون اصفر غامق. فالعلاقه طرديه بين العلاقه عكسيه بين لون البول وبين كمية المية اللي حضرتك بتشربها أو بتدخلها للجسم. خلونا بقى نشوف إيه هي ألوان البول المختلفة، وكل لون بيدل على وجود مرض معين أو نتيجة استخدام دواء معين أو أكل معين عشان أحدد أنا جسمي سليم كليتي سليمة ولا محتاج أعمل تحليل وظائف كلى عشان أطمن على نفسي وأشوف الدنيا فيها إيه. أول حاجة، لو لون البول عندك لونه أحمر أو مايل للاحمرار، ده دليل على وجود أو مؤشر على وجود نزيف أو دم في مجرى البول. ممكن يكون نتيجة بعض الأطعمة زي البنجر أو التوت، فده بيخلي لون البول أحمر، أو بعض الأدوية مثلا زي اليوفامين ريتارد أو الأدوية اللي ممكن تستخدمها دي بتعمل احمرار في البول. والطبيب أو الصيدلي بيقول لك قبل ما تستخدمها خلي بالك الدواء ده ممكن يعمل احمرار في البول، ما توقفوش إلا بعد الفترة اللي الطبيب كتب لك عليها فيها، ما تقلقش منه. الحاجة التانية بعد اللون الأحمر في لون تاني بني بدرجات، وممكن يكون بني فاتح، بني وسط، بني غامق، هو بني، وده بيكون نتيجة تناول بعض الأكلات بشكل مفرط زي الفول المدمس، الناس اللي بتاكل كتير فول مدمس، أو بعض الأدوية زي المضادات الحيوية أو أدوية باسطة للعضلات. وساعات بيكون لون البول ده مش من الأكل أو من الدواء، بيكون نتيجة تكسير العضلات اللي موجودة في الجسم نتيجة المجهود البدني اللي حضرتك بتبذله او مجهود شديد وفي درجة حرارة عالية، فبيتكسر العضلات اللي موجودة في الجسم، وده بيخلي لون البول لونه بني مصفر شوية، او ممكن تكون نسبة الصفرة عالية في الدم فبيخلي لون البول بني. نيجي لتالت لون، اللون البرتقالي. اللون البرتقالي للبول ده ممكن يكون بسبب ارتفاع نسبة الصفرة في الدم، وساعات بيكون نتيجة تناول كميات كبيرة من الفيتامينات، خاصة الناس اللي بتستخدم فيتامين سي محتاجاه أو مش محتاجاه أو بتستخدمه بكمية زيادة، فده بيخلي لون البول لونه برتقالي، أو الناس اللي بتحب تاكل جزر كتير. آخر لون معانا اللون البول المائل للون الأبيض المعتم. تمام كده، ده ممكن يكون مؤشر على وجود التهاب او صديد في مجرى البول، وعاده لما بيكون في التهاب او صديد بيصاحبه حاجه من الاثنين، يا اما ارتفاع في درجه الحراره يا اما حرقان جامد اثناء التبول. تمام كده، فده مؤشر جامد على وجود التهاب او صديد. لو اي لون من الالوان دي قلنا عليها غير الاصفر الشفاف او الاصفر الغامق، المفروض تعمل وظائف كلى، تعمل تحليل بول، تطمن تشوف الدنيا عندك ايه المشكله اللي فيها، او تعرض نفسك على طبيب كلى. تمام كده، هو يقول لك هتمشي ازاي او ايه المشكله اللي عندك لو انت مش قادر تحددها. في برضو مشكله تانية، البول اللي فيه رغاوي كتير، دي نتيجه تصادم البول اللي حضرتك بتطلعه مع مجرى الميه اللي موجود او اللي موجود في المرحاض، فدي ده طبيعي ما فيهوش اي مشاكل. المشكله لو لا قدر الله، ودي بتبقى حاله نادره قوي وحالات قليله، ده دلاله على تسرب الزلال او البروتين من الكلى في البول، ودي مشكله المفروض ما تحصلش والمفروض نتابعها لا قدر الله لو حصلت معانا.
طيب في ناس بتسأل بتقول ساعات لون البول بتاعي بشوفه لونه ميال للأزرق، ايه المشكلة بتاع لون البول الميال للأزرق؟ ده حقيقي ولا تهيؤات يا دكتور؟ لا، دي مشكلة حقيقية، واحيانا بيحصل مع الناس اللي بتكون عاملة اشعاعات بالصبغات او نتيجة الصبغات اللي بتستخدم في الاشعاعات او بعض الادوية المضادة للالتهابات، المسكنات، الناس اللي بتستخدم مسكنات بطريقة مستمرة الكلية ما بتقدرش تتخلص منها فلون البول بيزرق، زي اللبوس اللي هو الانداسيد اللي هو بيحتوي على مادة فعالة اندوميثاسين لبوس، بعض العلاج النفسي او الاضطرابات النفسية او مضادة للاكتئاب، بعض أدوية الحساسية اللي بتسبب لون أزرق للبول، وفي حالات نادرة لفرط الكالسيوم الدم الوراثي اللي بتنزل في البول، دي بتعمل كده معانا. النهاردة انت عرفت وظيفة الكليتين، عرفت لون البول الأساسي الطبيعي للإنسان، عرفت ألوان البول المختلفة اللي بتدل على الأمراض اللي ممكن حضرتك تشخصها او تعرفها او بسببها تتابع مع طبيب خاص بيك وتحافظ على كليتك. لو استفدت من حلقه النهارده ممكن تعمل لايك للقناه على اليوتيوب باسم الدكتور احمد السعداني، ممكن تعمل لايك وشير وشيرها عشان غيرك يستفيد وادعي لي دعوه كويسه. شكرا.